السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا محاضرة أنماط الموكلين وإزاي نتعامل معاهم. المحاضرة دي مهمة جدا لكل محامي. ليه؟ لأن الموكل هو نص القضية. يا إما هيجيلك موكل سهل التعامل معاه سهل، فبالتالي هتكون حابب إن انت تشتغل على القضية حتى لو كانت إجراءاتها وقانونيا صعبة. يا إما هيجيلك موكل التعامل معاه بيمثل لود وضغط نفسي، فبالتالي هتكون مش حابب تشتغل في القضية حتى لو كانت إجراءاتها وقانونيا سهلة. أول نوع معانا هو الموكل المحامي. ده الموكل اللي هو بيجيلك المكتب وهو نص محامي، قاري كلمتين على جوجل أو سأل حد قريب وخريج حقوق وجاي يطبقهم عليك. ده الموكل المثقف زيادة عن اللزوم بالنسبة من وجهة نظره. هو مش جاي يسلمك الملف وتشتغل، هو جاي يشاركك في الإدارة. علاماته تلاقيه داخل عليك بمذكرة هو كاتبها، أو بعتلك لينكات لأحكام النقد غالبا ملهاش علاقة بوقائع دعوى، وبيستخدم مصطلحات قانونية في غير موضوعها لمجرد إنه يبين إن هو فاهم. منطقه بيجي يقولك أنا وفرت عليك نص المجهود، أنا لميت الورق وصلت الطلبات، أنت بس امضي وانزل الجلسة. التحرير القانوني لشخصيته. الموكل ده مشكلته مش في التدخل بس، مشكلته في تجهيل عناصر الدعوة. هو بيختار اللي يعجبه من القانون وبيهمل الباقي. ده بيشكل خطورة عليك، لأن أي خطأ في تكييفه هو للواقع هيلبسهولك أنت في الآخر لو النتيجة مجتش صالحه. إزاي نتعامل معاه؟ أول حاجة وضع الحدود القانونية من أول مقابلة. لازم تحسسه إن القانون صنعة مش مجرد معلومات. ممكن تقوله قرايتك للثقافة القانونية شيء ممتاز هيساعدنا، بس التكييف القانوني وصياغة الطلبات دي مسؤوليتي الفنية والمهنية، لأن الغلطة فيها قدام المحكمة بتضيع الحق. تاني حاجة فن استيعاب الطاقة مش حدها. بدل ما تقوله كلامك غلط استخدم أسلوب الفلترة. يعني في حاجات هتلاقي إن هو فيها صائب، فتحفزه وتشجعه عليها وتقوله إن أنت كده كلامك صح هنا. في حاجات هتلاقي إن هو غلط، فتحاول بأسلوب راقي إن أنت تفهمه إن هو لأ، ما ينفعش النقطة اللي هو ذاكرها في المنطقة بتاعتنا. تالت حاجة قاعدة المسؤولية الكاملة. وضح له إن المحامي هو اللي بيشيل الشيلة قدام النقابة وقدام ضميره. رابع حاجة الحزم في توزيع الأدوار. فهمه إن دوره ينتهي عند سرد الوقائع وتوفير المستندات، ودورك بيبدأ في تكييف الوقائع وتطبيق القانون. نصيحة في التعامل مع الموكل ده. الموكل ده عامل زي اللي دخل لجراح وقال له أنا فتحت إزاي ده لنفسي في البيت وجايلك بس عشان تخيط. فلو طوعته انت اللي هتتحاسب عن النتيجة. تعلم تسمع منه المعلومة وترفض منه التوجيه، وبلاش تخليه يكتب حرف واحد في ورقة رسمية تخصك. تاني نوع معانا هو الموكل المستعجل. ده العميل اللي عايز يرفع الدعوى الصبح ويطلب حكم تنفيذ الظهر وياخد الصيغة التنفيذية قبل ما المحكمة تقفل. علاماته تليفونه ما بيصلش، بيسأل عن الجديد كل ساعتين. بيعتبر إن تأجيل الدايرة لسبب إداري هو تقصير منك شخصيا. منطقه بيجي يقولك الموضوع بسيط يا أستاذ، مش محتاج كل ده، احنا بس عايزين نخلص بسرعة عشان ورايا مصالح. التحليل القانوني لشخصيته. النوع ده من الموكلين بيضغط على الأمانة المهنية للمحامي. الاستعجال الزيادة ممكن يخلي المحامي يغفل عن استيفاء مستند مهم، أو يقع في خطأ إجرائي يترتب عليه البطلان بسبب السرعة. والقانون المصري قانون شكليات في المقام الأول، والغلطة فيه بفور. طيب إزاي تتعامل معاه؟ أول حاجة اديله حقنة الواقعية القانونية. لازم تفهمه إن المواعيد المسافات ومواعيد الإعلانات دي نصوص قانونية مش رفاهية للمحامي. تاني حاجة سياسة توقعات العميل. من أول يوم اديله جدول زمني متشائم شوية. لو قضية بتاخد 6 شهور قوله هتاخد 8، فلو خلصت في 6 هيشوفك بطل، ولو قلت له 4 وخلصت في 6 هيشوفك مقصر جدا. تالت حاجة تفعيل ساعة المكتب مش ساعة البيت. الموكل المستعجل لازم يعرف إن المتابعة ليها وقت. مثلا المتابعة مع المحكمة والنيابة بتتم في مواعيد العمل الرسمية. رابع حاجة تحويل الطاقة لمستندات. لما يكلمك وهو مستعجل استغله بطلبات مفيدة، مثلا تقوله بدل ما تضيع وقت في المكالمة هاتلي المستند الفلاني. نصيحة التعامل مع الموكل ده. الموكل المستعجل زي اللي بيستعجل الرز وهو حصى، في الآخر هيطلعه ني ومش هيتاكل. دورك كمحامي إنك تكون فرامل العميل مش موتور بيحرقه.
فهموا إن التأني في الإجراءات هو اللي بيصنع قوة الأحكام، وإن القضايا اللي بتخلص بسرعة هي غالبا القضايا اللي بتخسر بسرعة. تالت نوع معانا هو الموكل المتردد. ده العميل اللي بيعاني من فوبيا اتخاذ القرار. هو خايف من الخسارة، خايف من المواجهة، وأحيانا خايف من المحامي نفسه. علاماته: بيوافق على إجراء قانوني وبعد ما تخلص كتابة المذكرة يقولك بلاش بلاش استنى شوية. بيسمع لكل الناس، قرايبه، جاره، الحلاق، بيجي يراجعك في كلامك. منطقه دايما يقولك أنا واثق فيك يا أستاذ، بس مش يمكن لو عملنا كذا يحصل كذا. طيب وانت تضمن لي الحكم بنسبة 100%؟ التحليل القانوني لشخصيته: الموكل ده بيمثل خطورة قانونية كبيرة جدا، لأنه ممكن يضيع عليك مواعيد سقوط أو مواعيد طعن بسبب تردده. الأخطر إنه في لحظة التردد دي ممكن يروح يقر بمستند أو يتصالح في الخفاء ويضيع مجهودك ومركزك القانوني في القضية. إزاي تتعامل معاه؟ أول حاجة، حسم سلطة القرار. لازم تفهمه إن في فرق بين رغبته وبين القرار الفني. ممكن تقوله مهمتي كمحامي إني أرسم لك الطريق القانوني الأضمن، والتردد في نص الطريق معناه إننا بنسلم سلاحنا للخصم. يا نمشي الطريق للآخر يا نتحمل نتيجة ضياع الوقت. تاني حاجة، لغة الأرقام والنسب. المتردد بيسكت لما يشوف الحقائق. مثلا ممكن تقوله بناء على نصوص القانون والأحكام من ضغط المستقرة موقفنا نسبته كذا والسيناريو بديل نتيجته كذا، فالتأخير مش في صالحنا لأن عندنا ميعاد سقوط هينتهي اليوم الفلاني. تالت حاجة، سياسة التوثيق الكتابي. بما إنه بيغير رأيه لازم تأمن نفسك، أي قرار ياخده خليه يوقعه كتابة أو بمسج واتساب واضحة. رابع حاجة، كون القائد مش التابع. المتردد بيحتاج حد يمسك ايده، لو حس انك مهزوز زيه هيتعبك اكتر. نصيحة التعاون مع الموكل ده: الموكل المتردد زي اللي واقف على قضيب قطر، شايف انه جاي ومش عارف ينط يمين ولا شمال. لو استنيته ياخد القرار، القطر اللي هي المواعيد القانونية في حالتنا دي هيشيله ويشيلك معاه. دورك هنا انك تكون البوصلة الحادة. اسمع شكوكه مرة واحدة وبعد كده اديله القرار الفني بصيغة امر اجرائي مش اقتراح للمناقشة. رابع حاجة، الموكل الموفر. موكل الفصال. ده العميل اللي بيشوف إن المحامي مجرد حد بيكتب كلمتين وبيروح يدردش مع القاضي، وهو بيقدر قيمة الحاجة الملموسة بس، ومش مقدر قيمة الخبرة أو المجهود الذهني. علاماته: أول سؤال بيسأله هو الموضوع ده هيتكلف كام بالظبط، وبيحاول يقسم المصاريف: تصوير ورق، انتقالات، رسوم، من الأتعاب. منطقه دايما يقولك أنا هجيب لك ورق القضية كله متصور وجاهز عشان نوفر، أو يقولك ممكن ندفع جزء دلوقتي والباقي لما الحكم يطلع. التحليل القانوني لشخصيته. الموكل ده خطر، إنه بيخلي المحامي يشتغل تحت ضغط ونقص الموارد، والقانون محتاج نفس طويل ومصاريف قضائية وانتقالات وأحيانا ندب خبرة. فلو المحامي وافق على توفير الموكل ممكن يلاقي نفسه في نص الطريق مش عارف يكمل إجراء ضروري لأن الموكل قفل المحفظة، وده بيعرض المحامي للمسؤولية التقصيرية. التعامل معاه: أول حاجة، سياسة تجزئة التكلفة. الموفر بيخاف من الرقم الإجمالي. الحل إنك تفصص له الرقم، تقوله تصوير الورق هياخد كذا، والمستندات هتاخد كذا، والانتقالات هتاخد كذا، ما إلى ذلك. تاني حاجة، ربط الأتعاب بالأمان القانوني. لازم يحس إن التوفير في المحاماة معناه مخاطرة بالحق. تالت حاجة، نظام الدفعة المقدمة. مع النوع ده ما تشتغلش حرف من غير ما تقدم مصاريف وأتعاب. رابع حاجة، لغة القيمة مش لغة السعر. بدل ما تتكلم عن هاخد منك كام، اتكلم عن هوفر عليك كام. نصيحة التعامل مع الموكل ده: الموكل الموفر زي اللي عايز يشتري عربية مرسيدس بسعر عجلة. لو وافقت تنزل بأتعابك لمستوى غير عادل انت اللي هتهين مهنتك وقبل ما تظلم نفسك. خامس نوع معانا الموكل العاطفي. ده العميل اللي بيحكي القضية من منظور الظلم والغدر وقلة الأصل. تلاقيه دايما بيدخل في تفاصيل شخصية وحكايات ملهاش أي علاقة بموضوع الدعوة. علاماته: دايما مكالمته طويلة جدا ومليانة الهداء، بيعيط في المكتب وبيسألك دايما هو القاضي هيحس بيا؟ انت مش شايف انهم ناس ما عندهمش ضمير؟ منطقه: انا مش فارق معايا الفلوس، انا فارق معايا كرامتي، انا عايز القاضي يبهدلهم ويجرسهم في المحكمة. تحليل القانون لشخصيته. خطورة الموكل ده انه بيشتت المحامي في قاعة غير منتجة في الدعوة. القانون المصري بالذات المدني
بيعترف بالأوراق والمستندات مش بالمشاعر. فلو المحامي انجرف ورا عاطفة الموكل هيكتب مذكرة إنشائية مليانة عبارات رنانة لكن فاضية قانونيا، وده بيضعف موقفك قدام القاضي اللي عايز دليل مش قصة حزينة. ازاي تتعامل معاه؟ أول حاجة فن الفصل المهني. لازم تظهر التعاطف الإنساني بس من غير ما تضيع وقت المكتب. تاني حاجة سياسة الفلترة المعلوماتية. لما يبدأ يحكي تفاصيل اجتماعية اسحبه فورا لمنطقة قانونية. تالت حاجة توضيح لغة المحكمة. فهمه إن القاضي بشر بس محكوم بقانون، يعني تقوله القاضي عنده 200 قضية في الجلسة مش فاضي يسمع حكايات، هو بيبص في الورق. رابع حاجة الحذر من تقلب المزاج. الموكل العاطفي ممكن النهاردة يرفع قضية انتقامية لكرامته وبكرة يصالح الخصم عشان حنله. نصيحة التعامل مع الموكل ده لازم يكون في اتفاق أتعاب واضح، لأن النوع ده بيستهلك طاقة المحامي العصبية أكتر من أي نوع تاني. الموكل الشكاك ده العميل اللي معتقد إن كل الناس مرتشية وإن القانون بيتفصل للغني. هو مش بيثق في حد، بيدور وراك في كل كلمة. علامته بيسألك انت ليه قلت كده في الجلسة وما قلتش كده، أو هو القاضي هز دماغه ليه لما المحامي التاني اتكلم، وتلاقيه يسأل المحامين التانيين من وراك عشان يتأكد من صحة كلامك. منطقه دايما يقولك أنا سمعت إن المحامي التاني شاطر وواصل. تفتكر يا أستاذ يقدروا يغيروا الورق في المحكمة؟ تحرير القانون لشخصيته. التعاون مع الشكاك بيمثل ضغط على الاستقلال المهني. المحامي لازم يكون سيد قراره الفني، لكن الشكاك بيخليك في حالة دفاع دائم عن النفس بدل ما تركز في الدفاع عن القضية. الأخطر إنه ممكن يخفي عنك معلومات أو مستندات خوفا من إنك تظهرها للخصم، وده بيوقعك في فخ تجهيل الدعوة. ازاي تتعامل معاه؟ أول حاجة سلاح الشفافية المطلقة. اديله نسخة من كل ورقة بتقدمها ونسخة من كل محضر جلسة. خليه يشوف حركة الملف لحظة بلحظة عشان ما يسيبش خياله يسرح في سيناريوهات خيانة. تاني حاجة لغة النصوص للوعود. لما يسألك عن النتيجة تقوله بناء على المادة رقم كذا من القانون المحكمة ملزمة تاخد الإجراء كذا. تالت حاجة المحامي هو القائد. لازم تفرض احترامك المهني من أول لحظة، يعني تقوله علاقتنا مبنية على أمانة السر، ولو الثقة مش موجودة يبقى أنا مش هقدر أحميك. رابع حاجة التقارير المكتوبة. الشكاك بينسى الكلام الشفوي وبي... وبيشك فيه. ابعت تقرير تحديث دوري بعد كل إجراء. نصيحة التعامل مع الموكل ده. الموكل الشكاك زي اللي راكب طيارة وخايف إن الطيار يبيعها في الجو. لو قعدت تبرر له كل حركة هتتعب. الحل معاه هو التوثيق. خلي تعاملك معاه بالورقة والقلم. الشكاك مش محتاج محامي شاطر بس، ده كمان محتاج محامي دقيق جدا في إجراءاته عشان ما يدلوش فرصة يفتح ثغرة شك واحدة. سابع حاجة الموكل المختفي. ده العميل اللي بيسلمك التوكيل والورق ويدفع المقدم أحيانا وبعدها يختفي تماما عن الرادار. لا بيرد على تليفونات ولا بيتابع جلسات وكأن القضية تخصك انت مش هو. علامته تليفونه دايما غير متاح، سين على الواتساب وما بيردش، بيظهر فجأة قبل الجلسة ب5 دقايق يسألك هيا يا أستاذ عملنا ايه. منطقه دايما يقولك أنا واثق فيك يا أستاذ ومش عايز أشغل بالك بالمكالمات، وهو في الحقيقة بيهرب من المسؤولية أو كسلان يتابع. التحليل القانوني شخصيته. ده أخطر نمط قانونيا على المحامي، لأن فيه إجراءات محتاجة حضور بشخصه زي الاستجواب وحلف اليمين والتوقيع على محضر صلح. لو الموكل مختفي المحامي ممكن يضيع عليه فرصة أو يطلب تأجيلات ملهاش مبرر، وده بيخلي موقف المحامي ضعيف قدام المحكمة. بيحسس القاضي إن صاحب الحق نفسه مش مهتم. إزاي تتعامل معاه؟ قاعدة إبراء الذمة. لازم توثق إنك طلبت منه الحضور والمستندات. تاني حاجة شرط المتابعة الإلزامية. فهمه إن السكوت مش علامة رضا، السكوت علامة ضياع الحق. تالت حاجة نظام الإنذار المبكر. عرفه إن في إجراءات مفيهاش هزار. رابع حاجة الحذف في الأتعاب. المختفي غالبا بيختفي لما يجي ميعاد الدفع، فالنوع ده لازم أتعابه تكون مقدمة أو مربوطة بمراحل واضحة، لأنك لو استنيت لما يظهر عشان تاخد حقك ممكن تستنى للسنة الجاية. نصيحة التعامل مع الموكل ده. الموكل المختفي ده عامل زي اللي ودى ابنه الحضانة ونسي يروح ياخده. المحامي مش ولي أمر الموكل، احنا وكلاء عنه. لو الوكيل اشتغل والأصيل غايب المركب هتغرق.
فما تقبلش قضية من غير قناة اتصال مفتوحة، ودايما أمن نفسك برسائل مكتوبة تثبت إنك بلغت بكل خطوة، عشان لما يظهر فجأة ويقول ما حدش قالي طلع له سجل المكالمات والرسائل. تامن حاجة الموكل الضحية، ده الموكل اللي بيعيش دور المظلومية المطلقة، هو مش جاي يحل مشكلة قانونية، هو جاي يفرغ شحنة المظلومية اللي جواه. علامته دايما يبدأ كلامه: شفت يا أستاذ عملوا فيا إيه؟ أنا كنت بأمنهم وذبحوني، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. وتلاقيه بيركز على الأخلاقيات أكتر من الالتزامات التعاقدية. منطقه: أنا مش محتاج أثبت حاجة، ربنا ما بيسيبش حق حد، والقاضي أكيد هيحس بيا وبولاد. تحليل القانون لشخصيته: خطورة الموكل ده إنه بينكر الواقع، هو مقتنع إنه مظلوميته كفاية عشان يكسب القضية، فممكن يستهتر بجمع الأدلة أو يرفض يواجه ثغرات موقفه القانوني. والأدهى إنه لو خسر القضية لا قدر الله مش هيقول القانون بيقول كذا، هيقول المحامي معرفش يدافع عني أو الخصم رشا المحكمة. إزاي تتعامل معاه؟ أول حاجة تخليه يواجه مرآة القانون، لازم تفهمه إن الحق في المحكمة هو الحق الثابت بيقين مش الحق اللي في القلوب. تاني حاجة سياسة تجريد الخصم، الموكل ده بيشخصن الأمور جدا، فحاول تخليه يشوف الخصم طرف في النزاع مش عدو لدود. تالت حاجة تحديد سقف التوقعات، لأن الموكل الضحية بيفتكر إن المحكمة هتعوضه عن سنين العذاب، لازم توضح له حدود التعويض القانوني. رابع حاجة الحزم في طلب الأدلة، لما يرفض يجيب دليل بحجة ربنا ما بيسيبش حد، لازم تتدخل وتقول له ربنا أمرنا بالأخذ بالأسباب والبينة على من ادعى، لو ما قدمناش دليل المحكمة هتعتبر الكلام ده مجرد ادعاءات مرسلة وهترفض الدعوة. نصيحة التعامل مع الموكل ده: الموكل الضحية محتاج محامي جراح بيفتح الجرح عشان ينضفه ويخيطه، مش يقعد يعيط جنب المريض. اسمع مظلوميته بتقدير، بس اقلب الصفحة وقول له وريني دليلك ايه. المحكمة مش بتسمع دموع، المحكمة بتمضي أحكام بناء على مستندات. تاسع حاجة الموكل المتذمر، ده العميل اللي نص الكوباية الفاضي هو حياته كلها، مهما عملت من مجهود هو مش شايف غير الحاجة اللي لسه مخلصتش، وبيحب يعيش في دور أنا حظي وحش والظروف ضدي. علامته: يقولك يا أستاذ احنا ليه اتأجلنا، ليه المحامي التاني اتكلم أكتر منك، هو ليه الرسوم غليت كده، وتلاقيه بينتقد كل حاجة من أول التكييف في المكتب لحد لون ورقة المذكرة. منطقه: أنا دافع فلوس عشان أرتاح، مش عشان كل شوية تقولي ميعاد جلسة وميعاد خبير، أنا عايز الموضوع يخلص من غير وجع دماغ. تحليل القانون لشخصيته: التعامل مع المتذمر بيعمل استنزاف نفسي للمحامي، الخطورة هنا إن تذمره الدائم ممكن يخليك تتسرع في إجراء عشان تسكته، أو يخليك تتجنب الكلام معاه فتقع في فخ عدم إبلاغه بمعلومات جوهرية، وده بيفتح عليك باب من المسؤولية المهنية لو حصلت مشكلة وبدأ يشتكي في النقابة أو يطلب بتعويض. إزاي تتعامل معاه؟ أول حاجة صيغ النظام العمل الصارم، المتذمر بيحب الفوضى عشان يشتكي منها، فاقطع عليه الطريق بالنظام. فمثلا تقول له نظام المكتب هنا بيعتمد على تقارير مكتوبة، أي تساؤل عند حضرتك ابعته في رسالة وهنرد عليك في ميعاد المتابعة الأسبوعية. تاني حاجة لغة الأمر الواقع، لما يشتكي من إجراء في المحكمة فهمه إنك محامي مش وزير العدل. تالت حاجة قلب الشكوى المسؤولية، لما يشتكي إن الموضوع طول اطلب منه المساعدة في الحل. رابع حاجة الحسم عند التجاوز، لو بدأ يغلط أو يقلل بالمجهود لازم توقفه، فمثلا تقوله أنا مقدر ضغط القضية عليك بس المكتب بيبذل أقصى مجهود مهني، بذل العناية، والنتائج والمدد الزمنية مرتبطة بسيستم القضاء مش بتقصير مننا. نصيحة التعامل مع الموكل ده: الموكل المتذمر ده عامل زي اللي راكب تاكسي وعاوز السواق يطير عشان يلحق ميعاده، ولو السواق وقف في إشارة يقعد يشتم فيه. دورك هنا كمحامي إنك تكون بارد مهنيا وما تخليش تذمره ينقلك طاقة سلبية، وفهمه إن العدالة البطيئة أحسن من الظلم السريع، وإن دور المحامي هو حماية المراكز القانونية مش تغيير قواعد الكون. آخر موكل معانا هو الموكل المثالي، ده الموكل الواعي اللي عارف إن المحاماة بذل عناية مش تحقيق نتيجة، مقدر إنك شريكه في حماية حقوقه مش مجرد موظف عنده. علاماته: بيجي الميعاد بالدقيقة، ورقه متستف ومرتب في دوسيه،
بيسمع أكتر ما بيتكلم، ولو سأل بيبقى سؤاله أقدر أساعد بإيه عشان نكسب القضية. منطقه بيقولك أنا جاي لحضرتك عشان أنت الخبير، وأنا واثق في رؤيتك الفنية ومستني توجيهك. تحليل القانون لشخصيته. الموكل ده كنز لأي محامي، لأنه بيوفر عليك جهد الإقناع وبيخليك تركز في جوهر الدفاع. التعاون معاه بينتج عنه مذكرة قانونية قوية، لأن كل الوقائع اللي بيقولها دقيقة ومن غير دراما أو كده. ده بيخليك تبني تكييف قانوني سليم 100% قدام المحكمة. ازاي تتعامل معاه؟ أول حاجة المبادرة بالمعلومة، لأنه موكل محترم ومش بيزن، انت سبقه وبلغه بالجديد. تالت حاجة اشركه في الاستراتيجية. الموكل المثالي بيفهم بالمنطق، فاشرح له ليه عملت الإجراء ده. تالت حاجة الوضوح في الحقوق والواجبات، لأنه محترم لازم تكون واضح معاه في الأتعاب والمصاريف من الأول بعقد أتعاب احترافي. نصيحة التعامل مع الموكل ده. الموكل المثالي ده عملة نادرة، لو جالك حافظ عليه بالأمان المطلق والاحترافية العالية. ده العميل اللي لما بتكسب له قضية بيجيب لك 10 غيره. بكده احنا خلصنا محاضرتنا، وهرجع أكرر ليه المحاضرة مهمة، لأن زي ما شفنا الموكل هو نص القضية. لو الموكل سالك هتلاقي القضية سالكة، حتى لو كانت إجراءاتها وقانونيا صعبة. لو الموكل صعب في التعامل معاه هتلاقي إنك مش طايق إن أنت تتعامل أو تشتغل في القضية دي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.